المرحله اللي احنا بنتصاحب فيها على الاكل دي يا دكتور، والله ان واحده تقول لي انا حاسه الاكل ده ميه نار ووجع لي بطني وتعبت، ده بجد ان الاحساس انك بتاكل ده بيعيشك في ستريس وذنب. طب صح. ايه الحل؟ طيب ما هو احنا فكره هنتصاحب، لازم نتصاحب. طب ازاي؟ طيب لازم تتصاحب عشان تفهم الاكل ده وفايدته ايه، تفهم الكارب يا دكتور والله. يعني هو الموضوع ممكن يجي بالتدريج. يعني ممكن انا مثلا لو انا في حاله ستارفيشن او في حاله مجاعه وبدات اكل، انا ممكن ادخل الموضوع بالتدريج او اخد حاجات تحسن الهضم عندي. انا واحد بقالي مثلا مثلا شهرين ثلاثه انا باخد 200 كالوري 300 كالوري، فطبعا انت يعني هو ده شكل بوظ حرق جسمك، بوظ الشكل يعني تقبل جسمك والانزيمات الهضميه عندك، فبالتالي انت هتبقى محتاج عامل مساعد يعني يساعدك في الهضم. زي كاني بعتبرك بالظبط حاله نحافه، انا عايز حاجه تاكل الراجل ده، فاكلك ازاي؟ طب وانا اكله ليه اصلا؟ عشان هو بيقول انا باكل رغيف عيش في اليوم واحد او نص رغيف وشويه مش عارف جبنه او شويه سلطه وما بخسش. طب انا ازاي الكلام ده؟ يعني انا باكل وجبه واحده في اليوم وما بخسش، طب ما انا لازم اكلك عشان تخس، عشان الحرق بتاعك يشتغل تاني، عشان جسمك يحس ان الدنيا حلوه، فخلاص طلع يا عم المخزون اللي عندك ده. فبالتالي انا ممكن اتدرج معاك او ادخل لك حاجه مكمله تحسن الهضم عندك عشان ما تحسش ان هو ميه نار، زائد ان انت حاول تزود نشاطك شويه، فده هيفتح نفسك ان انت اصلا تتقبل الاكل. فبالتالي في ويز او وسائل مختلفه لان انا اوصل للهدف بتاعي، بس مش معناه ان انا هقول الاكل ده حاجه وحشه، ده ميه نار، ده انا مش عايزها فهبعد عنها. طب ما هو للاسف ما احنا عايزين نرجع لنفس الفكره تاني، ما انت ماشي على نفس، يعني ان انت تعمل نفس الاكشن ومستني نتيجه مختلفه ده غلط. يعني اكيد انا بقول 1 زائد 1 هيساوي 2، اكيد مش مره واحده هتيجي تساوي 3. فلا انا مش عايز اغير الواحد او عايز اغير الواحد عشان ادي نتيجه مختلفه. عشان ادي نتيجه مختلفه لازم اجيب عوامل اخرى ادخلها في اللايف ستايل بتاعتي او نظام حياتي عشان اوصل لان انا اخس. ان انت الحاجات اللي انت بتعملها في العاديه مش موصلك لهدفك، وفي ثبات وفي تكسير في العضلات وفي ستريس وفي ارهاق شديد وفي تهبيط وان انا بتعب وبيعلقوا لي محاليل. طب ليه كل ده؟ انا مش مضطر اعمل كل ده، لا انا في اسباب اخرى، معطيات اخرى هحطها في المعادله عشان اوصل لاستنتاج مختلف او نتيجه مختلفه.